دفع غياب الدولة لانتشار ثقافة هنجارات المخدرات بشكل علني ليصبح هنجار مخيم شتيلة هو الأشهر. القصة بدأت بالترويج المحدود والسري للممنوعات، فكانت هذه البؤرة مقصدا للمتعاطين والمروجين، وبسبب الفلتان الأمني بدأ تجار الهنجار يوسعون نشاطهم إلى الخارج. الديلرز ينطلقون من المخيم لينتشروا في زوايا الشوارع وفي بعض المناطق السكنية بهدف جذب المراهقين من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى خدمة الدليفري. ولم يقتصر الترويج على المخدرات التقليدية، إنما أضيفت إلى قائمة الممنوعات حبوب كيميائية لها مفعول خطير جدا. وبعد متابعة على مدار شهر كامل، استطاعت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني رصد تجار المخدرات ومصنعيها المحليين، تحديدا في هنجار شتيل الشهير، وحددت ساعة الصفر عند 5 صباحا لتبدأ قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش اللبناني بالمداهمة. دخلت عناصر القوى المكان وحاصرت من كان فيه، في الوقت نفسه حرصت على عدم وقوع خسائر بين السكان في المحيط القريب من الهنجار. أفراد العصابة حاولوا الهرب وأطلقوا النار باتجاه القوى المداهمة التي ردت بالمثل، فجرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط أحد المروجين قتيلا وإصابة 4 منهم وتوقيف 13 متورطا مطلوبا، والرأس المدبر وهو فادي حسن الملقب بفادي شابو الذي يدير التجارة. وسرعان ما استطاع عناصر فوج التدخل الرابع في الجيش من السيطرة على الهنجار وضبط كميات كبيرة من المخدرات وأسلحة وذخائر، لتقوم بعدها آلية تابعة للجيش بجرف الهنجار من أساسه، عله يكون عبرة لتجار الموت. عند 5:30 فجر الجمعة دخلت مخابرات الجيش إلى مخيم شتيلة بحملة أمنية واسعة استهدفت أوكار تجار ومروجي المخدرات، وخلال العملية هدمت بعض بيوت اللبنانيين التي نشطت بينها تجارة الممنوعات. هون كان في بهيدا المبنى تاجر مخدرات والجيش فجروا هذا المبنى، صح؟ شو ده لبناني؟ لبناني من الجنوب، أنا من عديسي. اسمي علي محمد رمال. دقت لي مرتي قالت لي إنه الجيش قال له يفضل البيت لأن بدهم يداهموا تحت. اوكي. عملت حالة وفلت. بلغوكن انه بدهم يداهموا. اوكي؟ بدهم يداهموا، ما قالوا هيك بدهم يعملوا فيني. هي أوضة بقلبها أوضة هيك هالقد 3 مربعات ب4 مربعات هون بنفس المحل تحت. يعني أنا فوق هن تحت، هن على الطابق الأرضي أنت على الطابق الأول. صح. وما كان أصلا في مخدرات هون، من 3 سنين داهموا جوا اجوا فتحوا هون. من هونين من الجنوب. وهذا هيك اجوا هدموا البيت وراحوا تحت حطوا قنبله نزلوا البيوت. عم بيقولوا في اوكار مخدرات هون. اوكار مخدرات تحت، شو خصنا نحن مثلا وكر بيت هن يعرفوه، طول عمرهم هن يعرفوه. المرة الأولى يدخل الجيش اللبناني إلى عمق مخيم شتيلة، مداهمات، تفجيرات غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها. ما الذي حصل؟ نحن هون داخل مخيم شتيلة. داخل المخيم صار. هي لأول مرة بفوتوا الجيش لهون. بفوتوا بالطريقة هاي وبصير هيك شيء. من قد ايه؟ يعني من تقريبا من 82 من الاجتياح الإسرائيلي. هاي أول مرة بفوتوا. بالعادة بفوتوا على الهنجار، بعدين نحن مع الأجهزة اللبنانية بتنظيف المخيم، مش ضد نحن. هي هون فجروا بيت على السطح، هو البيت هذا تاع مخدرات مزبوطة. اللي على السطح؟ فجروا ونزلت الحجار لتحت. لقطوا التجار ولا بعد المخدرات؟ ما لقطوا. يعني ما في نتيجة، لو في نتيجة ما نحن مبسوطين بنكون، لأنه نحن بدنا شيء القافية بالمخيم. وينهم هلا؟ بعدهم بالمخيم التجار؟ مخبيين. يعني في مطارح مخبيين، في عندك هون بحدود 20,000 شقة بالمخيم. يعني وين بدك تدوري عليها؟ وأسفرت المداهمات عن اعتقال 55 موقوفا بين فلسطيني وسوري ولبناني، فيما اختبأ وفر آخرون، وضبطت كمية من المخدرات بينها ما رصدناه من أدوية لعلاج السعال كالسيمو، وتباع كنوع من المخدر. هيدول الأدوية شو؟ هاي صناعة سورية وبجيبوها من سوريا تهريب على لبنان.
أول مرة يدخلوا إلى عمق مخيم شتيلة، لكن ما ينطبق على المناطق اللبنانية ينطبق على المخيمات. المخيمات ليس جزيرة منفردة عن الواقع اللبناني. نحن تحت سقف القانون اللبناني. نعم. الآن تجري مداهمات في أماكن لبنانية عدة، ونحن بالمخيم في مداهمات وبعكار هلا نحن جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية. وأكد الجيش في بيان له مداهمة نوعية لمستودع رئيسي تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبك مع مطلوبين ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية. كل عمرة معك، بس فيها تفيدك أكتر؟ نسلي بيور لايف ما يعالج. عسامي مشيني ما يكبر حدا كيلومتر يموت. عندي بالشهر فيني معطيها، بعطي 15,000، متفق عليه بالشهر 15,000. مدير عام عم تعطي $1,000 يغطيك بسيارة كثير. وأنا نازل عند وليد المدير، أنا نازل عنده